بيبدأ الفيلم مع إيما ودورا، واللي بيكونوا أختين عواجيز عايشين مع بعض طول العمر. وبتخرج دورا اللي بتكون مغطية نفسها وبتغني، وبيسمعها الملك اللي بيكون بيحب الستات جدا، وبيعجب بصوتها وبيندى على دورا اللي بتدخل البيت بسرعة قبل ما الملك يشوف شكلها. وبيكون الملك فاكر إنها مكسوفة، فبيبعت لها عقد دهب هدية مع المساعد بتاعه، وبتاخد دورا الهدية وهي مبسوطة. بس أختها بتكون معترضة وبتنصحها ترجع العقد للملك قبل ما يكتشف الحقيقة. لكن دورا اللي بتعجب بالعقد بتقرر إنها تحتفظ بيه وما تسمعش كلام أختها. وفجأة بالليل الباب بيخبط، وبيكون الملك وبيطلب يشوف دورا، وبتحاول أختها تقنعها إنها تفتح الباب وتقوله الحقيقة. لكن دورا بتكون مبسوطة إن الملك معجب بيها، وبتقوله يجي بعد أسبوع وهيخليه يشوف جزء منها واللي بيكون صوابع إيديها. وبيوافق الملك على العرض ده، واللي بيكون مستني فارغ الصبر يشوف البنت الجميلة. وبيعدي الأسبوع ودورا بتحاول تخلي صوابعها شكلها حلو علشان الملك يشوفها، لكنها بتفشل لأنها بتكون عجوزة جدا وجلدها مترهل. وبيجي الملك في الميعاد، وبتشوف دورا صوابع أختها إيما اللي بتكون أحلى منها، بتخلي الملك يشوف صوابع أختها. وبيعجب الملك بصوابعها جدا، وبيكون عنده فضول إنه يشوفها، فبيصمم إنه يشوفها. بيقول لها إنه الملك بتاعها ولازم تنفذ أوامره. وبتوافق دورا، بس بتقوله إن عندها شرط، إنها لما تجيله ما يكونش عنده أي إضاءة. وبيوافق الملك على طلبها، ودورا ما بتبقاش عارفة هي هتعمل ايه في الموقف ده، لكن بيجيلها فكرة عبقرية وصعبة جدا في نفس الوقت، وهي انها تطلب من اختها اما تخيط جسمها المترهل وتلزقه بالشمع عشان الملك ما يشكش فيها. وبتروح دورا للملك اللي ما بياخدش باله من شكلها وبيعمل معاها علاقة. وفي نص الليل بيقوم الملك من النوم، وبيكون عنده فضول يشوف وش دورا، وبيجيب شمع علشان يشوف وشها. لكن بيتفاجئ انها ست عجوزة شكلها قبيح جدا، وبينادي الملك على الحراس ويأمرهم يرموها من شباك القلعة. وقبل ما توصل دورا للأرض وتموت، بيكون حظها ان الغطا بتاعها بيمسك في أغصان الشجر، وبتشوفها الست عجوزة وهي بتعيط وبتقرر تنقذها. بنعرف ان الست دي ساحرة، وبتقدر ترجع لدورا شبابها من تاني. وفي نفس الوقت اللي بتفوق فيه دورا، بيكون الملك بيصطاد في الغابة، وبيشوف دورا تاني اللي اتحولت لشابة صغيرة وجميلة، وبيعجب بيها جدا. وبيقرر الملك يتجوز دورا بعد ما رجعت تاني لشبابها، بس بيكون مش عارف حقيقتها. وبتبعت دورا دعوة فرحة لأختها إيما، اللي بتفكر إن أختها العجوزة قدرت تقنع الملك وتتجوزه. وبتفضل إيما تدور على أختها دورا في الحفلة، فبتلاقي شابة جميلة بتندى عليها وتقولها إن هي دورا أختها. لكن إيما ما بتكونش مصدقة إن أختها رجعت لشبابها تاني، وبتكون عايز تعرف السبب. لكن دورا ما بتبقاش فاكرة حاجة من اللي حصل لها. وبتكون إيما مش عايزة ترجع البيت لوحدها بعد ما عاشت طول عمرها مع أختها الوحيدة. وبتوعدها دورا إنها تخليها غنية، بس بشرط إنها ما تقولش لحد. بس إيما اللي بتكون مبسوطة جدا بتفضل تقول للناس كلها إنها هي أخت العروسة، فبتمسكها دورا وتزعلها وتقول لها أنا مش قلتلك تحتفظي بالسر ده. فبتخلي إيما تمشي، لكن إيما بتختفي من الحراس وبتروح لدورا تاني في أوضتها، وبتقولها إنها عايزة تفضل معاها. وفجأة الملك بيجي وبتستخبى إيما بسرعة قبل ما الملك يشوفها. فبتخرج إيما قدام الملك اللي بيفكرها الست العجوزة اللي خدعته، وبيخلي الحراس يرموها برا القصر. وبتقرر إيما إنها تعمل أي حاجة عشان ترجع شباب زي أختها. وبتروح للجزار وبتطلب منه يصلخ جلدها مقابل فلوس كتير. وبتجوز الملك دورا اللي بترجع لشكلها الحقيقي، وبتهرب من القصر، وبترجع كل حاجة لطبيعتها. وبكده بيخلص الفيلم. نتقابل في الفيلم الجاي. شكرا ليك يا صديقي.